أنا خلاص اتجوزت، فات الأوان. أنا خلاص اتجوزت، يعني لو اكتشفت إن عندي مشاكل أو اختيارات غلط يبقى فات الأوان. ده من أكتر الأسئلة اللي بتسأل فيها، والإجابة باختصار لأ. لأن طول ما الإنسان عايش يقدر يراجع نفسه، يتعلم وينضج ويغير طريقة تعامله. وأحب أقول معلومة مهمة جدا: أي شخص يبدأ يشتغل على نفسه بصدق وهو جوه الجواز نفسه غالبا هيحصل واحد من الاتنين: يا إما العلاقة تبدأ تتحسن فعلا لأنه هو نفسه اتغير، بقى أوعى، بقى أهدى، عارف حدوده وعارف يعبر عن احتياجاته بطريقة صح، فطبيعي إن العلاقة تتأثر إيجابيا. أو العكس، تبدأ المشاكل تظهر بشكل أوضح، وساعتها بعض الناس بتخاف وتقول: أنا ما كنتش المفروض أشتغل على نفسي. لا، أنت بس بدأت تشوف الحقيقة بوضوح. وأحيانا ظهور الحقيقة رحمة، لأن في ناس عايشة سنين في حاجة اسمها مصيدة الاستحمال. أنا مستحملة، مكملين، مش عشان هم سعداء ولكن عشان خايفين. خايفين من كلام الناس، وخايفين من الطلاق، وخايفين من الوحدة، خايفين يبدأوا من جديد، فيستحملوا سنة واتنين وعشرة لحد ما صحتهم النفسية تتآكل. ومهم جدا نفهم إن وجود بيت مليان توتر وصراخ وإهانة مش دايما حماية للأولاد. أحيانا الأطفال بيتأذوا دي أكتر مما تتخيل. وعشان كده أي قرار كبير في الحياة الزوجية لازم يكون بوعي ومع متخصص. مش عيب تروحوا عند متخصص وتحلوا مشكلتكم وبعيدة عن الانفعال، لكن الأهم من كل ده ما تعيش عمرك كله متألم بس عشان تحافظ على صورتك قدام الناس، لأن الناس مش هيعيشوا حياتك مكانك. وافتكر دايما لما تشتغل على نفسك بصدق العلاقة هتتحسن أو تظهر الحقيقة، وفي تلك الحالتين أنت أقرب للراحة والسلام النفسي من إنك تفضل عايش في وهم بيستنزفك كل يوم. ابدأ بنفسك، كلمة عن ماشي. سلام.